شباب مراهقين بيحبوا المغامرة قرروا انهم يلعبوا لعبة مرعبة، لكنهم ما كانوش يعرفوا ان حبهم للاكتشاف والمغامرة هيخلص عليهم واحد ورا التاني. يا ترى ايه اللي حصل معاهم وايه اللي شافوه؟ ده اللي هنعرفه في فيلم النهاردة. وبيبدأ الفيلم مع بنت اسمها بيكي وهي بتصور فيديو بتليفونها وبتكلم حبيبها وبتقوله انها كانت بتتمنى يكون معاها في التجربة دي، لكنها جربها من غيره علشان تثبت له شجاعتها، وبتقول انها هتلعب لعبة المصعد لوحدها. وبتبدأ بيكي تضغط على زراير المصعد واحد ورا التاني بترتيب معين، وفي كل مرة كانت الأمور طبيعية لحد ما بتوصل للدور الخامس. وقتها بيقف المصعد وبتحس بيكي إن الإضاءة مش ثابتة لحد ما بيقف المصعد، فبترتاح بيكي لأن بكده اللعبة انتهت، وبتضغط على الدور الأول علشان ترجع للدور الأول، لكنها بتتفاجئ إن مصعد بيطلع بيها. ووقتها بتترعب بيكي وبتترعب أكتر لما بتشوف في التليفون شبح بنت شكلها مرعب وراها. ولما بيتفتح المصعد بتلاقي بيكي نفسها في عالم غريب لونه أحمر، وبتصرخ من الرعب بسبب اللي بتشوفه. وبعد دقايق بينزل المصعد للدور الأول ولكنه بيكون فاضي، أما بيكي فبتكون اختفت تماما. بعدها بفترة بنروح لمجموعة من الشباب واللي هم كريس، كلوي، ماتي وإيزي، وبيكونوا الأربعة من صناع المحتوى على السوشيال ميديا، خاصة محتوى الرعب والإثارة، وبيكونوا بيجربوا في فيديوهاتهم كل الألعاب الروحانية مرعبة. وبعد آخر فيديو ليهم بيجتمعوا مع كيفن مدير أعمالهم اللي بيقول لهم إن أرباحهم قلت، وإن حتى الراعي الرسمي لفيديوهاتهم بيفكر يتخلى عنهم، وعشان كده لازم يعملوا فيديو قوي في أسرع وقت يتكلموا فيه عن المنتج الراعي ليهم. وبيقول لهم كيفن ان في فرد جديد هينضم لفريقهم، وبرغم ان خبرته قليله لكنه تطوع علشان يساعدهم ويتعلم منهم، وبيكون الكل معترض عليه وشايفين انهم مش محتاجين شخص زياده ومصاريف زياده، لكن كيفن بيقول لهم انه خلاص قرر انضمامه ليهم. وبيخرج ينادي الشاب اللي بنعرف ان اسمه ريان، وبيكون ريان سامع كل كلامهم عن رفضهم ليه، وده بيخليه يدخل متوتر. وبيسألهم كيفن لو عندهم أي فكرة للفيديو الجديد، وبيعرض عليه ماتي إنهم يزوروا فندق الأشباح في اليابان، لكن كيفن بيقول لهم إن ميزانيتهم ما تسمحش إنهم يسافروا بره البلد، وعشان كده لازم يفكروا في مكان محلي. فبيعرض عليهم ريان انهم يلعبوا لعبة المصعد، وبيشرح لهم ان اللعبة دي عبارة عن انهم يركبوا مصعد في مبنى 10 ادوار ويضغطوا على الزراير بترتيب معين، وفي الدور الخامس بيفتح المصعد وبتدخل معاهم شبح المصعد، ولو ما قدروش يكملوا اللعبة صح فهيختفوا تماما. وبتسأله كلوي لو كانت اللعبة حقيقية، فبيقول لها ريان ان في بنت اسمها بيكي لعبتها في مبنى لمكتب تجاري من قريب، ومن وقتها اختفت تماما ومحدش يعرف مكانها. لكن كريس بيكون رافض الفكرة وبيكون شايف انها مملة واحتمال كبير تكون مش حقيقية، وبيوافق باقي الفريق على كلام كريس. فبيقول لهم كيفن يبحثوا عن فكرة تانية لكن في اسرع وقت، وبتتطوع كلوي انها تاخد ريان في جولة لمكتبهم وبتديله رقمها عشان لو احتاج اي مساعدة، وبتكون كلوي اول واحدة من الفريق تتعامل معاه بشكل كويس. ولما بيرجعوا للمكتب بيلاقوا كيفن موافق على فكرة لعبة المصعد، وده لان الراعي لفيديوهاتهم هددهم انه هينسحب لو ما صوروش فيديو في خلال يومين، وبكده مش هيكون معاهم اي حل تاني عشان يقدروا ينقذوا قناتهم ومحتواهم. فبيجهزوا المعدات وبيتحركوا على نفس المبنى اللي اختفت فيه بيكي، وبيدخلوا للمبنى وبيجهزوا المعدات وآلات التصوير. وقتها بيشوف ريان كلوي وهي مستمرة في البحث عن معلومات عن اللعبة، وبيسألها عن المعلومات الجديدة اللي وصلت ليها، وبيعرف منها ان المصعد بيقف في الدور الخامس. وقتها بتدخل شبح لبنت بيسموها بشبح سيدة المصعد، ولو فتحوا عينيهم او كلموها ساعتها هتقتلهم او هتنقلهم لعالمها اللي بيكون اسمه العالم الاحمر. وفي الوقت ده بيكون الفريق جاهز كل المعدات، وبيبدا كريس وكلوي في التقديم للحلقه، وريان وميتي بيصوروهم. اما ايزي فكانت مهتمه بمراقبه الكاميرات في كل مكان، وبيدخل كريس وكلوي للمصعد ومعاهم ميتي اللي هيصورهم. اما الباقي فبينتظرهم في الدور الارضي لحد ما يخلصوا اللعبه ويرجعوا مره تانية. وبتبدا كلوي تضغط على ادوار المصعد بترتيب اللعبه، وبيكون كريس متحمس جدا على عكس ميتي اللي بيكون مرعوب. وبيقول كريس انه بيفكر يفتح عينه ويشوف الشبح. وقتها بيترعب ماتي وبيكون هيسيبهم ويخرج من المصعد من غير ما يكمل اللعبه، لحد ما بتهدي كلوي وبتقول له ان كريس كان بيهزر، وبتحذر كريس انه يفتح عينه لانهم مش عارفين العواقب. وبتضغط على الدور الخامس اللي بتظهر فيه الشبح، والكل بيستعد وبيغمض عينه في خوف وترقب. اما كريس فبيغلبه الفضول وبيفتح عينه لجزء من الثانيه، وبعدها المصعد بيقفل مره تانية بدون ما يحصل اي مشكله. فبيطمنوا وبيضغطوا على الدور الاول علشان ينزلوا، ولكن الكل بيتفاجئ ان المصعد بيطلع لفوق بدل ما ينزل، وده بيحسسهم كلهم بالرعب لحد ما بيقف المصعد في الدور التاسع، وبيدخل معاهم موظف من موظفين المكتب. وقتها بيرتاحوا ان مفيش اي خطر على حياتهم، ولكن في الوقت ده
بيكون الأمن بيراقب المبنى، وعشان كده بيضطر ريان واللي معاه يستخبوا منهم وإلا هيطردوا. ولما بترجع إيزي تتابع الكاميرات بتكتشف إن الكاميرات اتوقفت وإن الجزء الأخير من التصوير مش موجود. ولما بينزل باقي الفريق بيكتشف الكارثة، وهي إن باقي التصوير وأهم جزء من الفيديو مفقود. وعشان كده بيقترح عليهم ريان إنهم يلعبوا اللعبة ويصوروا مرة تانية، ولكن وقتها الكل بيعارضه خاصة كريس اللي بيرفض الفكرة رفض تام. ساعتها بيقولوا ريان إنه رافض لأنه خايف، وده لأنه كان السبب في اختفاء بيكي. وبيكون باقي الفريق واقف مش فاهم إيه بيحصل، خاصة بعد توتر كريس من اللي قاله ريان. وبيعترف ريان إنه يبقى أخو بيكي، وإن بيكي كانت بتحب كريس جدا وكانت بتحاول تخليه يعجب بيها، لحد ما قال لها كريس تلعب لعبة المصعد ووقتها ممكن يرتبط بيها. وفعلا بتسمع بيكي كلامه وبتروح تلعبها، ومن وقتها وهي مختفية ومحدش يعرف لها أي أثر. وبيتصدم الكل من كلام ريان وبيلوموا كريس لأنه كان أناني، لكن كريس بيبرر تصرفاته وبيقول إن مأجبرهاش، وبيقول لريان إنه مغفل لأنه فاكر إن أخته اختفت في عالم الأشباح بجد، ولكنه عارف انها هربت منهم. ساعتها بيتعصب ريان وبيكون هيضربه، لكن بيوصل الامن على صوتهم العالي وبيطردهم من المبنى. وبيروح ريان يتاسف لكلوي لانه استغلهم علشان يقدر يوصل لاخته، لكن كلوي بتكون عذراه وبتقول له انها مقدره خوفه على اخته وبتتمنى انها تكون بخير. وبيتكلم معاها وبيقول لها انه حس بالذنب بسبب اللي عمله في بيكي بعد ما سمع اللي حصل من ريان. واثناء كلامهم بيقطع الخط فجاه وبيظهر ان في حد بيراقب كريس وبيستناه لحد ما بيدخل مبنى بيته. وفجأة بيترفع كريس على الأرض وبيكون مش قادر يقاوم القوة اللي بتتحكم فيه، وبتتكسر كل عظمة في جسمه بطريقة مؤلمة لحد ما الشبح بيكسر رقبته وبينهي حياته تماما. وبتتسحب جثة كريس ومش بيبقى ليها أي أثر في المكان. وفي الوقت ده بيكون ريان مش قادر يمشي من غير ما يعرف إيه اللي حصل مع أخته، وعشان كده بيرجع مرة تانية للمبنى. قرر إنه هيلعب اللعبة لوحده، وفعلا بيدخل المصعد وبيمشي على نفس ترتيب الأدوار لحد ما بيوصل للدور الخامس. بيغمض عينه وبيمنع الكلام تماما. بعدها بيتقفل الباب فبيضغط ريان على الدور الاول، لكن المصعد بيطلع بيه للدور العاشر. ولما بيتفتح الباب بيشوف ريان نفس المبنى بنفس الشكل، ولكن بيكون شكله مهجور واللون الاحمر في كل مكان، وده بيزود من الرعب اللي محوط المكان. ولما بيخرج ريان من المبنى بيشوف في السماء علامة اكس كبيرة باللون الاحمر، وبيلاحظ بنت واقفة بعيد فبيفكر انها اخته بيكي وبينادي عليها، لكنه بيتصدم لما بيلاقيها الشبح اللي بتطلع تجري وراه وتطارده. فبيهرب ريان بسرعة وبيجري على المبنى وبيطلب المصعد، لكن بيبان ان في شخص تاني بيستمع له فبيتأخر. في نفس الوقت اللي بتكتشف فيه ايزي انها نسيت كاميرا المصعد اللي صورت معظم الفيديو، فبتروح مع كيفن عشان ياخدوها. ولانها بتكون مش مصدقه اللعبه قررت تلعبها مع كيفن علشان تثبت له انها خرافه، لحد ما بيوصلوا للدور الخامس. فبتنادي ايزي على الشبح بصوت عالي، وفجاه بتلاقي الشبح وراها وبتقتل كيفن بطريقه بشعه، وقبل ما تاخد ايزي اي رد فعل بتقتلها الشبح هي كمان. ولما بيوصل المصعد لريان بيكون فاضي تماما، فبيدخل بسرعه وبيقفل المصعد على اخر لحظه قبل ما الشبح توصل له. وبيشوف ريان الكاميرا اللي صورت كيفن وايزي اخر مره قبل ما يختفوا، وبيعرف انهم في خطر وان في حاجه غريبه حصلت معاهم. فبيتصل على كلوي بسرعه وبيقول لهم انهم لازم يتقابلوا في المكتب لان اصحابهم في خطر. وفي الوقت ده بتكون كلوي مستمره في البحث عن قصه اللعبه الحقيقيه، وبنلاحظ ان الشبح معاها في البيت وبتراقبها، وقبل ما تهجم عليها وتقتلها زي باقي اصحابها بينقذها اتصال ريان، فبتخرج من البيت علشان تقابله. في نفس الوقت اللي بيكون ماتي منتظر الاتوبيس عشان يرجع بيته، وبيحس بحركه غريبه فوقه، ولما بيبص بيصرخ برعب لما بيشوف الشبح بتبصله وعايزه توصله. فبيطلع يجري وبيدخل اول مطعم يقابله وبيسرق منه كل الملح عشان يحصن بيه نفسه. وبيوصل ريان وبيلاقي كلوي مستنياه وبيقول لها ان اللعبه حقيقيه وانه دخل العالم الاحمر، لكن كلوي مش بتكون مصدقاه وشايفه ان اختفاء اخته اثر عليه، لحد ما بيديها ريان الكاميرا اللي لقاها واللي بتكون مصوره كيفن وايزي اخر مره في المصعد. وبتصرخ ايزي وبيقول لها انه لما دخل المصعد كان فاضي ومفيش فيه اي حد غير بس الكاميرا. فبتقرر كلوي انها تبلغ الشرطه، وبيحاول ريان يمنعها لان الشرطه مش هتصدقها وهتمل من البحث عنهم زي ما حصل مع اخته، لكنها مش بتقتنع بكلامه. وبتنزل المكتب بتلاقي ان ماتي كمان وصل وصنع دايره كبيره من الملح علشان تحميه، وبيقول لهم انه شاف الشبح وان اللعبه فعلا حقيقيه، وبيسال ليه الشبح طلعت وراهم وبتطاردهم. فبيفكر ريان انهم اكيد خلفوا قاعده من قواعد اللعبه، وبيفتكر ماتي الموظف اللي ركب معاهم المصعد قبل ما يكملوا اللعبه، وبيقول ريان انه احتمال يكون السبب، وانه بسبب عدم اكتمال اللعبه العالم الاحمر فضل
المفتوح ولازم يقفلوه، لكن كلوي بتكون لسه مقتنعة بكلامهم ومصممة إنها لازم تبلغ الشرطة، لحد ما بيسألها ريان عن آخر حاجة وصلت ليها في بحثها عن اللعبة، فبتقول لها إنها عرفت القصة الحقيقية لشبح المصعد، وإنها كانت بنت اسمها آلي بتتعرض للتنمر من زمايلها في المكتب، وفي يوم في نهاية الأسبوع بياخدوها وبيحبسوها في غرفة المصعد وبينسوا تماما إنهم حبسوها، وبتقضي آلي أجازة الأسبوع لوحدها وهي بتصرخ وبتطلب المساعدة، لحد ما بيبدأ الأسبوع وبيبدأ الشغل مرة تانية، وبيستخدم الموظفين المصعد بدون ما يعرفوا بوجود آلي اللي بتتسحل تماما وبتموت بسبب المصعد، ولكن لما بيفتكر زمايلها اللي عملوه فيها وبيلاحظوا اختفائها وبيروحوا يطلعوها مش بيلاقوا ليها ولا لجثتها أي أثر، ومن يومها وهي روح انتقامية وبتنتقم من أي حد بيلعب اللعبة حتى لو ملوش ذنب. وبيوصل ريان وماتي لحل، وهما إنهم يرجعوا يلعبوا اللعبة مرة تانية لحد ما يوصلوا للعالم الأحمر بنجاح، وبعدها يرجعوا لعالمهم مرة تانية، وبكده يكونوا قفلوا العالم الأحمر ومنعوا الشبح من مطاردتهم. وفي الوقت ده بتشوف كلوي الشبح وهي واقفة بعيد وبتسمعهم، وبتتحرك الشبح وجسمها مقلوب وبتقرب منهم، فبيسحب ماتي كلوي لدايرة الملح بسرعة، وبيكونوا التلاتة واقفين بيتابعوا الشبح اللي بتبدأ تعدل جسمها المقلوب وبتقرب منهم لحد ما بتوصل لخط دايرة الملح، فبتقف. ووقتها بيفكر ماتي إن خطة الحماية بالملح نجحت، لكن فجأة بتسحب الشبح ماتي وبتقتله بكل سهولة. ساعتها بيهرب ريان وكلوي من قدامها بسرعة، ومش بيكون قدامهم أي حل إلا إنهم ينفذوا الخطة اللي قالوا عليها ولازم تنجح، وعشان كده بيروحوا للمبنى بسرعة وبيتخطوا الأمن وبيجروا على المصعد وبيبدأوا اللعبة. وبرغم إن ريان صاحب الفكرة إلا إنه بيكون خايف إنها تفشل، طمنوا كلوي وبتقوله إنها هتنجح ويتخلصوا من الكابوس اللي هم فيه، وبيمشوا على كل خطوات اللعبة بدون ما يغلطوا في أي خطوة فيهم لحد ما بيوصل المصعد للدور الخامس وبيحسوا بالشبح معاهم. بعدها بيطلع المصعد للدور العاشر، ولما بيتفتح الباب بيلاقوا نفسهم في العالم الأحمر، وبتكون كلوي مش مصدقة اللي بتشوفه وإنها فعلا انتقلت لعالم موازي كل اللي فيه حقيقي. وبيشوف ريان خيال بنت بره المبنى وبيكون متأكد إنها بيكي أخته، لكن كلوي بتقوله إن بيكي ماتت وإنها خدعة من الشبح ولازم يرجعوا بسرعة. فبيسمع ريان كلامها وبيدخلوا المصعد مرة تانية، والمرة دي بيقف بيهم المصعد في الدور الخامس من تاني بدل ما يرجعوا الدور الأول وينهوا اللعبة. وبتفهم كلوي إن الشبح مش هتسيبهم، فبتقول لريان يغمض عينه بسرعة لحد ما بيرجع يتحرك المصعد. ولما بيرجع ريان يفتح عينه بيتصدم لما بيلاقي الدم في كل مكان وكلوي مختفية، وبيفهم إن الشبح قتلتها. وبيسمع صوت أخت بيكي وهي بتنادي عليه وبتقول له يجي يعيش معاها لأنها خايفة. وبيتفتح باب المصعد وبيلاقي ريان نفسه رجع للعالم الأحمر من تاني، وبيشوف أخته بيكي واقفة قدامه، وبيفهم ريان إنه اتحبس في العالم الأحمر للأبد. وبعد فترة كبيرة بنشوف يوتيوبر مشهورة بتزور نفس المبنى اللي حصلت فيه اللعبة، وبتقول لمتابعينها إنها قدرت توصل للمبنى الحقيقي اللي اختفى فيه كريس وفريقه بعد ما لعبوا لعبة المصعد، وبتقول لهم إنها تلعبها معاهم وهتشوف هل فعلا اللعبة حقيقية ولا لأ. ولحد هنا بينتهي ملخصنا النهاردة. أتمنى الملخص يكون عجبكم.